بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة الشابتر التاني في المحاضرة الإبديمولوجيا أو مادة الإبديمولوجيا. هناخد ال concepts of disease occurrence، ودي اللي هي مسببات المرض. أول صفحة اللي هي فيها ال causes، ال causation اللي هو ال agent وال host وال environment. طيب عايزة بس أقول حاجة، إن الشابتر ده من اكتر الشباتر المهمين، يعني عايزاكم تعلموا عليه ان هو مهم جدا جدا جدا، من اكتر الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان. ودايما دايما اي امتحان في خلال اي سنة ما بيطلعش منه. يعني احنا الدكتورة اكدت علينا ان الشابتر ده كبير، فبالتالي هما بيجيبوه كتير يعني. تمام. واحنا المادة دي اصلا بتتكلم على الامراض، في الحاجات دي لازم ان هي تبقى موجودة، وان هو لازم يجي لكم فيها سؤال. تمام. فاللي هو ركزوا عليه خالص وافهموه، حاولوا ان انتوا تفهموا على قد ما تقدروا يعني، علشان لو محدش فهم مش هتعرف ان انتوا تركزوا او ان انتوا تحفظوا الباقي. ماشي. طبعا اللي حصل معايا انا بقى ان انا عملت لكم ايه، ان انا بعد ما سجلت المحاضرة وخلصتها، انا تاني مرة اسجل محاضرة، اتضح ان انا عاملة التسجيل تسجيل داخلي. بفتح الفيديو، لقيت اني يعني مفيش صوت، فاضطريت ادي تاني مرة اشرح المحاضرة يعني. فلو لقيتوني بقى ايه بهنج منكم، فده عشان انا تعبت الصراحة. طيب اول حاجة بس نركز فيها، انا حدد لكم الاسئلة المهمة اللي موجودة في الشابتر ده، اللي هي الدكتورة حددتها لنا وعطتنا اسئلة عليها. فخليكم معايا، امشوا واحدة واحدة وان شاء الله ربنا هييسر وهيبقى شابتر حلو يعني. هو اصلا شابتر احنا واخدينه قبل كده في المايكرو لما كنا في سنة اولى، ف ان شاء الله يعني هيبقى حاجة لذيذة كده ان شاء الله. طيب الكوزيشن اللي هو المسببات، ودي زي الايجنت والهوست والانفايرومنت. طبعا انا قلتهم لكم، اللي هو المثلث ده ضروري وبيجي منه كومبليت. طيب اللي هيشرح لكم بقى كل واحدة على حسب تعريفها والكلام ده، فنحاول ان احنا نركز شوية، وانا حددت لكم برضو الحاجات اللي حددها لنا الدكتورة وقالت علينا ان هي دي حاجات مهمة وبتيجي بشكل ماشي. اول حاجة الايجنت، واللي هو الديفينيشن بتاعه اللي هو infectious microorganism or pathogen، يعني هو عدوى من اللي هو الميكروبات او اللي هي الميكروبات او الباثوجين، اللي هي السبب المسبب للامراض. تمام. طيب زي البكتيريا او الفيروسات. يعني احنا مثلا الايجنت ده اللي هو المسبب، سواء كان مسبب من الفيروسات او كان مسبب من البكتيريا. ماشي. دي خلاص احنا اخدنا الديفينيشن بتاعه. طيب بعد كده في هنا في السطر الثالث بيقول لك presence presence of that agent alone is not always sufficient to causes case disease. يعني دي مهمة بتيجي منها صح وغلط، اعلموا عليها واكتب عليها صح وغلط. يعني هم جابوها في الامتحان اللي فات، اللي هو الايجنت ده مش كافي، مش سبب كافي ان هو يحدث المرض، وهو مش سبب كافي. ماشي. لازم تتوافق كل المثلث ده، يعني لازم يحصل اللي هو الايجنت والهوست والانفيرومنت لما يحصل سبب للمرض او لما يحصل مرض. تمام. يعني هو معنى الكلمة دي، عشان ممكن برضو اللي هو يجي لكم صح وغلط، اللي هو مثلا presence of that agent alone is always sufficient of case disease. لا دي هتبقى false، لكن هي is not ليس سبب كافي لإحداث المرض. ماشي. طيب بيقولك اللي هو إحداث المرض ده بيبقى بسبب الباثوجين ده، بيبقى معتمد على، يعني احنا هنحدد هنا عشان ممكن يجي كومبليت، بيبقى معتمد على الباثوجين، وبيبقى معتمد على الدوز الجرعة اللي تعرض ليها. تمام. يبقى نوع الباثوجين والجرعة اللي تعرض ليها. طيب بعد كده هنا بقى مفيش اي حاجة تاني في الايجنت غير اللي انا قلت لكم الديفينيشن، اللي هي بتاعت صح وغلط، واللي هي ممكن تيجي اكمل، اللي هو الاورجانيزمز باثوجينيكتي، او اللي هو الدوز. تمام. الدوز او اللي هي الجرعة.
طيب بعد كده الهوست اللي هو العائل. مين هو الهوست ده؟ الديفينيشن بتاعه طبعا، ركزوا في الديفينيشن يا جماعه، علشان اصلا احنا الامتحانات بتاعتنا بتبقى نظامها ديفينيشن وكومبليت وشوز وماتش وترو فولس. طبعا زي وفي كمان بيبقى شورت اكاونت، بس بيبقى عليهم بيبقوا سؤالين بس، وبيبقى عليهم 20 درجه، دول لازم. ماشي، فهناخد بقى ايه؟ اول حاجه الهوست اللي هو الديفينيشن بتاعه the human who can get the disease، اللي هو الشخص اللي بيحصل على المرض، الشخص اللي بيصاب بالمرض، هو ده اسمه الهوست. ماشي، في الامتحان احنا بيجيلنا 10 definition، ف10 definition ده بيبقى شامل كل المنهج، فبالتالي ركزوا على الديفينيشنات اللي بتبقى موجودة في كل شابتر، خصوصا الشابتر ده علشان فيه definition كتير. طيب بعد كده الهوست، الحاجات اللي ممكن المسببات بتاعته او العوامل اللي بتأثر عليه، في عوامل انترنال، او اللي هو الانترنيسك، او في اللي هو الاكسترنيسك، او اللي هي الاكسترنال، يعني عوامل داخلية وعوامل خارجية. طيب العوامل الداخلية دي اللي هي خاصة بالهوست، اللي خاصة بالعقل نفسه، لكن العوامل الخارجية اللي هي الخاصة بالانفايرومنت، وهناخدها في الانفايرومنت تحت. طيب هناخد اول حاجة اللي هو هنحدد عندنا اللي هو الفاكتورز، اهو في السطر الاول هي فاكتورز انترنسك، اللي هي العوامل الداخلية. طيب هي ايه العوامل الداخلية؟ شايفين السطر التاني اللي هي الانديفيدوالز اكسبوجر، اللي هو تعرض الشخص، تعرض الفرد. تاني حاجة ساسكابيلتي، اللي هي مدى القابلية اللي هو يستجيب للمرض. كمان هنا اللي هو ريسبونس رقم 3، اللي هو ريسبونس تو كيسيتيف ايجنت، اللي هو برضو استجابته للمرض، لمسبب المرض. ماشي، يبقى اول حاجه اللي هو individuals exposure، تاني حاجه اللي هو susceptible، تالت حاجه اللي هو response to causative agent. ماشي، دول مهمين بيجي منهم اكمل. ماشي، ما الحاجه دي ركزوا ما بين السطور، علشان احيانا بيبقى لو حاطط الامتحان ده غتت شويه، فبيجيب يعني من الحاجات دي، ركزوا عليه. طيب اهم حاجه في الهوست اللي هي الساسكيبيتابيلتي، اللي هو قابلية على، اللي هو عنده ضعف مناعة. ماشي، اللي هو قابلية على الإصابة للمرض. طيب الحاجة دي بتبقى الفاكتورز بتاعتها ايه؟ شايفين كلمة ساسكيبيتابل اللي هي الكبيرة دي؟ شايفين اللي تحتها اللي هي الفاكتورز such as الجيناتيك والنوتريشنال اهو. انا عايزاكم تحددوا الحاجات اللي بتأثر عليها. طيب زي الحاجات اللي بتأثر على قابلية المرض، زي مثلا الجينات، أو طبيعة المرض، أو مثلا الاميونيتي بتاعته، حالة المناعة بتاعته ايه. تمام، هتحددوها لحد آخر آخر السطر، لحد آخر الفقرة كده. ماشي، يبقى اللي هو ساسكيبيتابل ليها تأثيرات زي مثلا الجيناتيك والناتراشونال، وعندنا الاميولوجيكال ستيتس، وعندنا اناتوميك ستراكشر، وعندنا البريسيز اوف ديزيز او ميديكيشنز، والبيولوجيكال ميك اب. دول يتحفظوا علشان برضو بيجي منهم كومبليت. ماشي، اكتب عليهم ان هم بيجي منهم كومبليت. طيب الانفايرومنت، ازاي الانفايرومنت دي ليها مسبب في المرض؟ بيقول لك ازاي ان الانفايرومنت الاكسترنسك فاكتورز، اهو شايفين الديفينيشن بتاعها اهو، that affect the agent and the opportunity for exposure. يعني ايه؟ يعني ان هي عامل خارجي بتأثر على المسبب، وكمان ومدى تعرضه او التعرضات اللي هو اتعرض ليها. تمام، يبقى ده الديفينيشن بتاعه. طيب يعني ايه هي الفاكتورز، ايه هي العوامل اللي بتأثر على الطبيعة؟ زي مثلا الفيزيكال فاكتورز. يعني ايه الفيزيكال فاكتورز؟ المنطقة الجغرافية بتاعت، زي الجيوغرافي او اللي هو الكلايمت، اسمه ايه ده، المناخ، يعني منطقة اللي هو عايش فيها، او المناخ اللي هو ممكن يحصل له فيه مرض. ماشي، طيب في يعني ناس بيجي لكم فيها
اللي هو فصل الخريف تقريبا في حاجات بتحصل، او فصل الربيع، او في ناس عندها حساسية من مواسم يعني مش عارفة هي ايه. ماشي. بعد كده البيولوجيكال فاكتورز. يعني ايه بيولوجيكال فاكتورز؟ يعني زي الانسكتس ذات ترانسميت ذا ايجنت، الحشرات اللي هي ممكن تساعد على نقل المرض. بعد كده رقم 3 اللي هي السوسيو ايكونوميك فاكتورز، اللي هي عوامل اجتماعية اقتصادية. طب يعني ايه؟ زي الازدحام، زي النظافة، زي قدرة او توافر الخدمات الصحية في المكان ده. يعني لو مثلا كان في مرض كورونا قالوا لنا ان ايه ما ينفعش طبعا ازدحام والكلام ده، بس طبعا احنا كشعب مصر ما بيسمعش الكلام، فبالتالي كان في اعداد كتيره من اللي هم انصابوا بكورونا كنا عادي بنقعد في زحام عادي. النظافه برضو اللي هو قالك غسل الايدي ومش عارفه ايه والكحول ونلبس الكمامات والكلام ده. طبعا في ناس كانت بتلتزم في الحاجات دي وفي ناس ما كانتش بتلتزم يعني. بعد كده قدرة او اللي هو توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية في المنطقة دي. يعني مثلا لو شخص مكانه بعيد عن الصحة، عن المستشفى مثلا، مكانه بعيد بياخد وقت مثلا لحد ما يوصل. يعني هو لو تعبان بالليل مش هيقدر ان هو يوصل، لحد ما يوصل هيكون مات. لكن في برضو خدمات بتبقى قريبة جدا من السكن بتاعه، بس مش متوفر اصلا خدمات. تمام. كده يبقى احنا ايه خلصنا من اللي هو الكوزيشن. طيب هناخد بعد كده الشاين اوف انفكشن. الشاين اوف انفكشن اللي هي سلسلة العدوى، ودي بيجي منها سؤال كومبليت، لازم يجي منها سؤال كومبليت، فبرضو تحددوا عليها وتحفظوها، واللي هي ايه سلسلة العدوى. زي الريسيفوار، وعندنا البورتال اوف اكزايت، وعندنا الميثود اوف ترانسميشن، وفي البورتال اوف انتري، والهوست. الأربعة دول تحفظوهم بيجي منها أكمل. تحت هنا بقى شرحهم لنا بالترتيب. أول حاجة بيقول لك إيه، طبعا إيه أنا بسجل لكم هنا انتوا بالPDF، بس أنا ببص في الكتاب عشان أنا مخططة مع الدكتورة. طيب أول حاجة عندنا البيهيفيور اللي هو الديفينيشن بتاعه. infectious agent is the abated in which it normally lives grows and multiples. يعني ايه؟ اللي هو عدوى او مسبب عدوى بينمو بطريقة طبيعية ومتعددة في الشخص ده، سواء كان ان احنا بص اخدنا الديفينيشن، بص في الباراجراف ده احنا اخدنا اهو الديفينيشن. تمام. عرفنا ان هو ايه مسبب للعدوى، واللي هو بيبقى موجود بطريقة طبيعية وبيعيش بطريقة طبيعية، وبينمو برضو بطريقة طبيعية ومتعددة جوه جسم الشخص ده. طيب هناخد هو ايه الريسيفوار اللي هو ممكن يبقى ايه human او animals او environment. بس هي الباراجراف ده احنا هناخد منه الحاجة دي الديفينيشن، واللي هي ممكن الريسيفوار بيبقى يا اما human او animals او the environment. بعد كده الهيومن هناخد اول حاجة الهيومن ريسيفوار. الهيومن ريسيفوار عايزكم تركزوا فيه الديفينيشن بتاعه، وبيبقى ايه اللي هو disease. شايفين السطر الاول diseases that are transmitted from person to person، يعني هو مرض بينتقل من شخص لشخص، ده طبعا معروفة. طيب زي ايه الامراض؟ طبعا هو ذكرها لكم من تحت، زي مثلا الحصبة او مثلا اللي هو العدوى عدوى تقريبا اللي هو ستريبتوكوكال والكلام ده، واللي هو برضو امراض الجهاز التنفسي والكلام ده، فانتوا برضو هتخططوهم اللي هو اللي بعديها. وفي برضو السكشوال انتركورس. طيب بعد كده برضو هنعرف ايه اني شايفين السطر الرابع اللي هي الريسيفوار فور ذا سمول بوكس فيروسز. يعني ايه؟ ان هو مخزن نقل العدوى او صندوق نقل العدوى، هو الاساس. تمام. طيب في definition هنا مهم جدا، يعني تاخدوا بالكم منه. بصوا في ناس بتذاكر بس ما بتدخلش في الباراجرافات دي، والباراجرافات دي اصلا مهمة جدا علشان ممكن بيجيبوا منها،
ولو انتوا مركزتوش في كل باراجراف هتلاقوا ان ايه في حاجات ديفينيشات وفي حاجات كومبليت بتضيع منكم. فانا هعلمها لكم علشان لما تيجوا تذاكروا على طول. طيب الكاريرز، شايفين الكلمة اللي لونها اسود دي؟ الكاريرز دي اسمه حامل العدوى. طيب هو ايه الديفينيشن بتاع حامل العدوى؟ اللي هو شايفين قبلها، ركزوا قبلها، اللي هو persons who are infectious but have subclinical disease. يعني ايه؟ هو شخص عنده عدوى بس ما ظهرتش عليه مثلا الاعراض او العلامات، او اللي هو مثلا هو مش حاسس ان هو عنده عدوى، بس لا، هو اصلا هو حامل للمرض، او ممكن يبقى اللي هو مريض بس ما عرفش نفسه ان هو ممكن ينقل عدوى. تمام، وهناخدها بالترتيب هنا تحت. تمام، يبقى انتوا تحفظوا الديفينيشن ده. طيب بعد كده في اللي هم الاربع تيوب دول تيوب للكارث، او مثلا تيوب للهيومن ريسيفوار. تمام، اللي هي مثلا الحاجات اللي بتأثر عليه او انواع، بس هي تقريبا اكتر حاجة اللي هو انواع. انتوا تكتب عليها تيوبز اوف كارث، ماشي زي ما الدكتورة قالت. طيب اول حاجة عندنا اللي هو السيمبوماتيك، او اللي هو الهيلث كارث. يعني ايه سيمبوماتيك؟ يعني هو شخص عنده عدوى، تمام، بس ما ظهرتش عليه الاعراض ولا العلامات، هو عنده المرض بس ما ظهرش عليه اعراض وعلامات، فبالتالي هو حامل للعدوى فممكن يعدي. طيب رقم 2 اللي هو انكيوبيتوري كارث، يعني هو شخص في فترة الحضانة، فبالتالي هو ما يعرفش ان هو مثلا ممكن يعدي، لا ده هو في فترة الحضانة ممكن يعدي برضو، ماشي، بيبقى حامل برضو للمرض. بعد كده الكونفليسيكينت كارث، اللي هو فترة النقاهة، يعني هو شخص خلاص بيشفى اصلا من المرض، فبالتالي هو ممكن يقول لا ده انا خلاص شفيت اصلا من المرض فانا كده مش حامل للعدوى، لا ده هو بيبقى حامل للعدوى. طيب ايه الكرونيك كارث؟ الكرونيك كارث ده يعني ايه؟ هو شخص عنده المرض ده بقاله فترة، يعني زي هيباتيتس بي. هيباتيتس مثلا هو واحد عنده التهاب كبد زي البي، فبالتالي حاسس ان هو ايه، لا ده انا عندي من زمان فبالتالي مش هحمل المرض، او ما عنديش حامل للعدوى، لا ده انت هتبقى حامل للعدوى، الشخص ده بيبقى حامل للعدوى. تمام، زي برضو اللي هو التايفويد فيفر او الكلام ده. تمام، ده اللي هو شرحهم طبعا كل واحده والديفينيشن بتاعها، الشرح اللي انا قلته لكم ده. طيب سيبكم بقى من الباراجراف ده، هندخل على طول على الانيمالز، هو مفيهوش حاجه الباراجراف ده. هندخل بعد كده على الانيمال ريسيفوارز. طيب الانيمالز ريسيفوارز ده اللي هو الزونسز، ودي مهمة جدا، اللي هي عدوى الحيوانات، اللي هي الكلمة اللي بالاسود دي انتوا واخدين بالكم منها. طيب الديفينيشن بتاعها اللي هي ايه؟ infectious disease that is a transmittable يا لهوي transmittable او transmission، سوري يا جماعة عشان انا اصلا فاصلة، under natural conditions from vertebrate animals to human. يعني هي عدوى بتنتقل من الانيمالز تو هيومن، دي لازم تركزوا فيها، ماشي. طيب الانواع بتاعتها هنا، الانواع بتاعتها بعد انكلود زي مثلا البيور سيلز، بريول سيربيوس، اللي هي بتنتقل من طريق الكاوز اللي هي الابقار والكلام ده. وفي كمان اللي هو الانثريكس اللي هي بتنتقل عن طريق الشيب. طيب ركزوا أو اكتر حاجة على اللي هي الانثريكس ده، علشان دايما بيجي منها في الماتش، يعني هي ليها انواع كتير، فانتوا ركزوا على اللي هي الانثريكس دي علشان بيجي منها في الماتش، يعني اكتر حاجة بيجيب لك مثلا اللي هي الانفكشوس فروم انيمال، طب مثلا تو دي هيومن زي ايه، هما بيجيبوها لك هي اكتر حاجة. طيب الانفيرومنتال ريسيفيورز يعني ايه؟ اللي هو اسمه ايه،
الانتقال او اللي هو المسببات او اللي هي الحاجات اللي بتنتقل عن طريق الانفايرومنت. زي ايه مثلا؟ انت مش هتعرف منها حاجة غير اللي هو البلانتس والسول والووتر والكلام ده، اللي هي ممكن يحصل فيها انفكشن ايجنت. بس ده اللي عايزاك تعرفه، اكتر من كده لا مفيش. وتعرف برضو اللي هي الكلمة هيستوبلازمس، اللي هي دي برضو اللي هو تعرفها، دي تبع الانفيرومنتال ريسيرفوارز. بعد كده في اللي هو البورتال اوف اكزايت، يعني طريقة الخروج. طيب هو هيخرج ازاي؟ احنا عندنا مرض، الشخص ده هينصاب منه ازاي؟ اول حاجة الديفينيشن بتاعه اللي هو ايه، هو ملوش ديفينيشن. هو احنا اصلا نسيب الباراجراف ده، اصلا الدكتور قالت ان هو مفيش اي حاجة، كله راكي اللي هو ازاي ان احنا ينتقلوا الكلام ده. طيب هندخل على طول على المود اوف ترانسميشن. المود اوف ترانسميشن اللي هو الدايركت والاندايركت. طيب الدايركت هنعرف فيها الدايركت زي مثلا دايركت كونتاكت اور دروبليت سبيرد، اللي هو الانتشار عن طريق الرذاذ. الاندايركت زي مثلا الايربورن او الفيسل بورن او الفيكتور بورن. هنبقى نعرفهم دول من ورا هنا، شرح لنا كل حاجة. بعد كده في اللي هو الدايركت ترانسميشن، هناخد اول حاجه الدايركت ترانسميشن، واللي هي infectious agent is transferred from reservoir to susceptible host by direct contact or droplet spirt، يعني اللي هو انتقال المسبب عن طريق الدايركت كونتاكت. طيب اول حاجه عندنا الدايركت كونتاكت، وعندنا دروبليت سبيرت. طيب الدايركت كونتاكت احنا هنعرف بس ان هي عن طريق مثلا سكين تو سكين كونتاكت او الكيسنج او سيكشوال انتركورس. طبعا احنا عارفين الحاجات دي اللي هو مثلا عن طريق الجلد او القبلات او مثلا السيكشوال انتركورس. طيب اللي هو الدروبليت سبيرت زي ايه؟ زي اللي هو مثلا هو الديفينيشن بتاعها اللي هو spray with relatively large short range. يعني احنا هنعرف دي هي ممكن بتيجي ماتش بس، يعني هو انتشار على مدى طويل او على مدى قصير. طيب زي ايه؟ زي مثلا الانفلونزا تاني سطر اهو، او مثلا السعال او التحدث. يعني مثلا في شخص تلاقيه بيتكلم وبيطلع مثلا رذاذ من بقه. تمام. بعد كده بس انا عايزاكم تعرفوا الحاجات دي بس، يعني هي الدكتوره حددت لنا الحاجات المهمه دي بس، اللي هي الدايركت مثلا سكين تو سكين، او مثلا الدروب زي مثلا السعال او الانفلونزا او عن طريق التحدث. ده ممكن برضو بيجي كومبليت او ممكن يجي ماتش. بعد كده الاندايركت ترانسميشن يعني ايه؟ اللي هو عن طريق الايربورن. الايربورن ده ترانسميشن اللي هو عن طريق الهواء. الباراجراف ده بيحكي حاجة أنا هحكيها لكم. يعني مثلا شخص عنده الضرن وقاعد معانا في نفس المكان، بس انت ما حصل، انت زي بتقول ان هو زي اندايركت وانا ممكن اخده من عن طريق الاير. انت ممكن تقول لي اللي هو ازاي يعني اندايركت وهو بينتقل اصلا عن طريق الاير؟ يعني كده ممكن نقرب منه. لكن لا، انا هقول لك ان مثلا لو في عندنا مريض ضرن واحنا قاعدين في مجموعة مثلا في ليكتشر في محاضرة، ففي واحد هو مريض ضرن ومثلا قاعد معانا، احنا ما اتكلمناش معاه او ما اتعاملناش معاه او انت ما قربتش منه، فبالتالي هو مع التنفس بتاعه فالفيروس بيطلع، فممكن يعدي الشخص او الناس اللي قاعده. تمام. وبرده بيختلف من مسافه لمسافه، يعني ممكن مثلا لو هو قاعد اول المحاضره وانت قاعد اخر المحاضره، او ممكن هو مثلا قاعد اخر المحاضره وانت قاعد اول المحاضره، بتاثر غير اللي هم قريبين منه. دي تلخيص اصلا الايربورن ترانسميشن. طيب اللي هو الفيكلس والفيكتورز، ايه الفرق بينهم؟ انا عايزاكم بس تعرفوا الفرق، غير كده مفيش اي حاجة تاني. الفيكلس اللي هي indirectly transmit،
an infectious agent include الفود الووتر البيولوجيك products اللي هو البلود. انا عايزاكم تحفظوا دول، ان هو مثلا انتقال غير مباشر للعدوى عن طريق ايه؟ الاكل او المية او مثلا البلود. يعني انا حصلت لي العدوى بسبب اكل مثلا فيه تلوث، اكل فيه اي حاجة. حصل لي العدوى مثلا عن طريق الووتر، عن طريق البلود، دي عدوى غير اندايركت. طيب بعد كده اللي هو الفيكتورز. يعني ايه الفيكتورز؟ اللي هي بصوا الديفينيشن بتاع اللي هو living organisms that can transmit infectious disease between الهيومن and humans and from animals to humans. يعني ايه؟ انا قلت لكم فوق اللي هي تتنقل عن طريق الفود او الووتر او البلود، لكن تحت بتتنقل من الانيمالز لحد الهيومن، من الانيمالز للهيومن. تمام، يبقى ده الفرق بينهم. طيب في نوعين من الفيكتورز، اللي هي الميكانيكال ترانسميشن والبيولوجيكال ترانسميشن. الميكانيكال ترانسميشن زي ايه؟ يعني مثلا زي البراغيث او الذباب، اللي هم راحوا مثلا، هم حشرات بتطير، فبالتالي وقفوا على مكان في انفكشن مثلا او في عدوى، فهم اخدوا العدوى دي وفجأة راح جاء على جسم الانسان، فبالتالي هو كده عمل له العدوى. دي الميكانيكال. يعني هي اصلا البراكيز ممكن تكون مش مريضة اصلا، لكن هو ايه؟ عمل لها عدوى لما راحت لمكان فيه عدوى. طيب بعد كده البيولوجيك ترانسميشن، واللي هي الديفينيشن بتاعها اللي هي الفيكتور may support growth or changes in the agent. يعني اللي هي بتدعم وبتنمو اصلا في المسبب نفسه، زي ايه؟ الملاريا. يعني هي الملاريا دي اصلا حشرة مريضة فيها مرض من جواها هي نفسها، فهو ده اللي اسمه البيولوجيكال. يعني هو حشرة اصلا او حيوان عنده مرض من نفسه، يعني هو ما راحش اي مكان اصلا يكون سام او اي حاجة علشان ياخد المرض وينقله للانسان. تمام. طيب بعد كده في اللي هو البورتال تو انتري، اللي هو الدخول. بص هو زي اللي هو الخروج والكلام ده، اللي هو مثلا انتقل ازاي وكده، بس هو احنا عايزين نعرف ايه اللي هو اول حاجة to the manner in which pathogen enter as susceptible host. يعني هو قدرة اللي هو الباثوجين ده او المسبب ان هو يدخل، عشان الشخص ده عنده مثلا ضعف مناعة. ماشي، هنحفظ ايه؟ شايفين السطر اللي قبل الاخير اللي هو انتر عن طريق مثلا الماوس، او مثلا سكين، او الميوكيوس ممبرين، او البلود. احنا نحفظ دول بس، انا عايزاكم تعرفوا ان هو بيدخل ازاي، غير كده لا. طبعا دي حاجات اللي هي ايه معروفه، الاير واي واللي احنا الاير بورن اللي احنا اخدناها في اللي هو الاندايركت والدايركت. طيب بعد كده في اللي هو الهوست هناخد اللي هو شايفين الكلمة السوداء دي اللي هي susceptible host، احنا هناخدها. طيب السسكبيتابل هوست دي احنا عايزين نعرف بس في الباراجراف ده ان هي بيبقى فيه specific immunity وفي non specific immunity. يعني مناعة مكتسبة ومناعة غير محددة او غير مكتسبة. طيب اول حاجة عندنا في الباراجراف اللي من تحت اللي بعديها دي على طول بيقول ايه؟ اول حاجة السبيسيفيك immunity. specific immunity الديفينيشن بتاعها، ودي مهمة برضو يا جماعة، بيجي منها كتير كتير في الماتش. ماشي، اول حاجة اللي هو specific immunity اللي هي protective antibodies that are directed agent specific agent. يعني ايه؟ اللي هو عارفين الأجسام المضادة اللي هي للحماية، هو زي كده احنا مناعة مكتسبة احنا بناخدها من فين؟ عن طريق مثلا المضادات الحيوية، او مثلا التطعيمات اللي احنا بناخدها للأطفال او احنا بناخدها.
تمام. يبقى احنا نعرف بس اللي هو الديفينيشن بتاع اللي هو السطر ده، ونعرف كمان اللي هو such اللي هو السطر التاني اللي هو الانتي بوديز. وكمان عندنا الفاسكينيشن والتوكسيد. بس هما دول اللي احنا ايه نعرفهم بس. غير كده لا، هندخل على طول على النون سبيسيفيك فاكتورز. طيب النون سبيسيفيك فاكتورز دي اللي هي ايه؟ الايجنت او العدوى اللي بتحصل عن طريق الجلد والغشاء المخاطي، وكمان الجهاز الهضمي، او مثلا حموضة الحموضة اللي هي بتبقى موجودة في الجهاز الهضمي. ماشي، يبقى دي ايه؟ عوامل غير محددة، او اللي هي زي عارفين انتوا لما مثلا يكون في حاجات بتطرد جوه الجسم يعني، او حموضة زي مثلا حموضة اللي هو الموجودة في المعدة، فبالتالي اول ما تدخل حاجة او كده فبالتالي هي بتقتلها، مش بتسبب مرض. ماشي. طيب هناخدها بقى زي اللي هي ايه اللي هو السطر التاني اللي هو نون سبيسيفيك، هناخدها كده لحد اللي هي ذا كوح ريفلكس. ماشي. وهناخد كمان ثانية، هناخد اللي هو اللي هقراها لكم دي اللي هو defined agonist function include the skin mucous membrane gastritic acidity والسيل in the respiratory tract، أو اللي هي الأهداف الموجودة في الجهاز التنفسي. وكمان the coat reflex and non-specific immune response اللي هو استجابة المناعة الغير محددة. تمام. طيب احنا هنحفظها، ده الديفينيشن بتاعها. طيب بيقولك كمان ان هي ممكن بتزيد، هناخد عارفين شايفين كلمة increase دي، increase الساسكيبيتابولتي. ودي بتزيد ازاي؟ الزيادة دي بتزيد ازاي؟ مثلا عن طريق اللي هي الميلنيتريشن والالكوليزم، واللي هي disease or therapy that impairs the non-specific immune response. اللي هي ايه؟ ان احنا ممكن يزيد عندنا قابلية للعدوى، وده بسبب ان مثلا سوء التغذية او حاجات بتحصل او امراض احنا بنصاب بيها. تمام. طيب بعد كده في اللي هو الديزيز with non-determined biologic. يعني هي ممكن في امراض بتحصل ونحنا مش بنعرف اسبابها، زي اللي هما الامراض الغير معدية. طيب الباراجراف بتاعها ده اللي هو مش مهم يعني، بس احنا نعرف ايه ان هو بيحكي عن ايه، ان الامراض المعدية دي ممكن هي تنضم لسلسلة العدوى بس ليها نظام مختلف. تمام. طيب بعد كده هناخد حاجة اللي هو الايتولوجيكال فاكتور. هو ايه الايتولوجيكال فاكتور؟ الديفينيشن بتاعها في اللي هو شايفين الباراجراف التاني ده اللي هو اولو فيورزر اهو، هو ده الديفينيشن بتاعه في اللي هو epidemiological analysis can sometimes reveal what is known. يعني هو ايه الابحاث، بعض الابحاث ان هي ممكن تعطي نتيجة بسبب حدوث المرض، ده اللي هو الايتولوجيكال فاكتور. طيب الاكسبوجر تحت بقى ايه؟ سيبكم بقى من الكلام اللي هو محدده لكم ده، لا احنا عندنا ان هو نحفظ ديفينيشن وبس على كده. برضه الديفينيشن بتاعه ممكن يجي ماتش او ممكن يجي في الديفينيشن. انا قلت لكم طبعا ايه ان هو الامتحان بتاعنا ما شاء الله هيتوصوا بينا يعني، وهيدونا 10 ديفينيشن ما شاء الله. بعد كده في اللي هو الاكسبوجر that result in the health problems. يعني ايه؟ التعرضات الناتجة من اللي هو المشاكل الصحية، زي مثلا البيولوجيكال ساسكيبيتابل هوست، زي مثلا البيولوجيكال فاكتورز. يعني ايه بيولوجيكال فاكتورز؟ اللي هو الحاجات اللي تعرض ليها، زي هو تعرض لفيروسات، بكتيريا، طفيليات، اي حاجة. تمام. طيب الكيميكال فاكتورز زي اللي هو رمال السيليكون مثلا، تعرض لرمال السيليكون، او في ناس بيبقى عندها حساسية من اللي هو النيكوتين الموجود في السجاير، تقريبا النيكوتين الموجود في السجاير حاجة زي كده يعني، مش عارفة قوي يعني. بعد كده اللي هو الفيزيكال فاكتورز، واللي هي زي
الحرارة او الحاجات اللي هي الاشعاع وكده. طيب بعد كده السوشيال فاكتورز زي الازدحام او مثلا التحضر والى اخره، اللي هو السو فورس اللي هي الى اخره. تمام، يبقى ده دولة الاخرانيين دول اللي هو الاكسبوجر ذات ريسيلت اون هيلث بروبلمز. ده بيجي يا اما شوز يا اما كومبليت. علموا عليهم ان هم مهمين جدا، وبيجي يا اما شوز يا اما كومبليت. طب كده كنت خلصت الشابتر التاني في الابدومولوجي، وان شاء الله اشوفكم المره الجايه على الشابتر اللي بعده ان شاء الله.